طبعا انا بقالي وابل من الشهور مصور لكمش فيديوهات اصلا. النهارده يوم مختلف يا جماعه، النهارده فرح يا جدعان. معلش الواحد مفرط شويه عشان لسه صاحي يعني، بس انا الحمد لله وشي تمام زي الفل. فاكرين الفلوج بتاع الخطوبه؟ فاكرين هنا حبات الخطوبه؟ فاكرينها؟ النهارده الحمد لله مفيش حبات الخطوبه. في ايه بقى؟ في اوبشن تاني خالص، تعورت الخطوبه بتاعت تعورت الفرح بقى. قبل كده بكتبي بالشهر بالظبط، اتزحلق على وشك هوب اتفتح. مش باينه قوي الحمد لله. انا عايزه اقول لكم كل حاجه حرفيا، كل التفصيله انا عاملاها بايدي. انتوا هتستغربوا جدا عشان تقريبا انا تعمدت جدا المره دي بتفصيله اعملها حرفيا بايدي. يعني البوكيه هتلاقوه ماتشي جدا مع الفستان، من انهم معمول تقريبا من نفس القماشه. المرايه عاملاها بايدي. بصوا انا مش هتكلم كتير، تعالوا افرجكم قبل ما نروح الكوافير، لان دلوقتي المفروض ان انا نصايه لسه مخلصه صلاه، نصايه هجهز نفسي ونروح للميك اب ارتست. المره دي الميك اب ارتست انا مختاراها جنب بيتي عشان ما عادش التجربه الجميله تاني. فتعالوا افرجكم على حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. يا جماعه شايفين التحفه الفنيه؟ هو في ورده واقعه كده في النص بس هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا يعني، بس شايفين التحفه الفنيه يا جماعه؟ انا عملته بايدي، انا رحت اشتريت الورد من العتبه وعملته وطعمته باللولي، وقمت فرغت الجبير اللي في الدريس بتاعي وحطيته عليه. شايفين الورده اللي في النص؟ خطير. بصوا اي واحده عايزه تعرف انا عملته ازاي وكلفني قد ايه اكتبوا لي في الكومنتس بسرعه وانا انزل لكم بريلز الطريقه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله واحد قبله قطعته وعملت ده عشان يبقى ابسط واحلى، وفي الصور هتشوفوه في الصور عامل ازاي خطير ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا اللي عملت المروحه دي. بصوا عايزه اقول لكم ان دي نفس خامه الدريس بالظبط، وهنا عملتها بلولي. تاتا انا اللي عاملاها بايدي على فكره، كل ده انا عاملاه بايدي. ها اي حاجه عايزين تعرفوا طريقتها، سواء الهوايه سواء كل الحاجات اللي هتشوفوها قدام ما عدا الشمسيه عشان انا اشتريتها بصراحه، اكتبوا لي في الكومنتس وانا انزل لكم الطريقه وعملت الحاجات دي ازاي، لان انا مش بتاعه الكلام ده. انتوا عارفين ان انا مترجمه اصلا وبدرس لجامعه، فاللي بدرس ايطالي ماليش علاقه بالهاند ميد والكلام ده، بس اكتشفت ان هو شغف. وهقول لكم انا جبت الخامات منين وما كانتش مكلفه بصراحه، كل حاجه كان زي الفل. بتاعه كتب الكتاب دي انا اشتريتها من العتبه، ما عملتهاش، ما كانش عندي وقت على فكره خالص، اللي هي البصامه، وفي الاخر ما استخدمناهاش يعني، في الاخر رحنا استخدمناها في اخر اليوم بعديها كده. بصوا بقى هنا انا عايزاكم تشوفوا الشوزه دي. بصوا يا جماعه الشوز، شفتوا الورده دي؟ ده من الدريس بتاعي يا جماعه. الورد اللي قدام ما عجبنيش قوي يعني، انا فكرت ان انا اشيله بس ما ينفعش، الشوز كان هبوظ، ولكن يعني اتعاملنا كده كده. الشوز ما كانش باينه قوي بس هي كان خطيره بصراحه للامانه يعني. شوفوا بقى اللي بعديها، انا مش عارفه اسميها ايه، هير بيس ولا باريه ولا شابو؟ اصلا مش شابو، هو حاجه قريبه من الهير بيس وقريبه من الشابو، مش فاهمه لها حاجه. انا كنت بشوفها عند الاجانب وعملتها بايدي. اشتريت التوكه دي ب25 جنيه تقريبا من الشارع عادي. اللولي بقى اشتريته من محل خردوات، والشبكه دي انا اشتريت شابو ب200 جنيه وعملت منه 3 شابوهات يعني، قصيته وعملت ده كان اول قطعه فنيه تطلع. شايفين الجمال والدلال؟ شايفين المرايه دي اللي انا ما اتصورتش بيها اصلا ونسيناها في السيشن؟ ايوه دي انا كمان عملتها بس مش لوحدي، اختي اروى عملتها معايا كلها. وعلى فكره بجد مبسوطين قوي. الطباعه دي طبعناها في العتبه وخدناها لزقناها، شايلها للفرح بقى ان شاء الله تصور بيها. هو الدريس مبوظ الخلفيه خالص يعني، مش عارفه اعمل ايه. هنا كنا اتحركنا بالعربيه الساعه 10:30، واصلين بالظبط عند الميك اب ارتست الساعه 11 واتاخرنا برضو، واليوم كله اتضرب برضو يعني. بصوا انا يعني بحرق لكم كل الاحداث، بس الميك اب كان يشفع بصراحه، بس برضو اليوم كله اتضرب للاسف الشديد. انا مش هعيد الغلطه دي تاني في فرحي يعني، هبقى قاعده بالساعه، لان احنا لما بنندمج قوي عند الميك اب ارتست بقى وهم بيندمجوا معانا فجاه الوقت بتلاقيه سرقنا. ده انا هنا كنت عند الميك اب ارتست بقول لها انا عايزه ايه بالظبط. انا يا جماعه رحت قعدت في القاعه نص ساعه وروحت بجد اتقهرت علشان المقلب اللي خدته في الخطوبه. الميك اب ما كانش ثابت في الخطوبه خالص، بس بصراحه كاتب الكتاب الميك اب كان ثابت جدا 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 بصراحه يعني. فكنت بوصف لها بقى ايه، ان انا مش عايزه ايلاينر تخين وعايزه شكلي يبقى طبيعي وما تغيريش في شكلي. وبصوا انا مش هقولكوا هي عملت ايه، انا هوريكوا على طول.
جاهزين تشوفوني يا جماعة بعد ما خلصت عن ميك اب ارتست؟ جاهزين؟ 3 2 1 ترى. طبعا انتوا مستغربين فين محمد. هو يا جماعه مش قلت لكم ان انا اتاخرت؟ المفروض ان انا كنت اطلع من عند الميك اب ارتست الساعه 2:15 بالكتير، احنا طالعين الساعه 3:30. سرقنا الوقت خالص. فطبعا محمد لو هيجيلي من القصر اللي في جاردن سيتي يجي ياخدني من حلوان ويوديني جاردن سيتي تاني، هنوصل الفجر تاني يوم يعني، فما فيش وقت. خدني بقى ابن خالي وهوب طيران على القصر اللي في جاردن سيتي، وصممت ان احنا نعمل الفيرست لوك لاول مره هناك. شوفوا يا جماعه، انا بقى كنت طالعه وانا مكسوفه. بس عايزه اقول لكم والله العظيم كل التصرفات دي طبيعيه جدا، يعني انا طالعه وبعد كده هيشوفني طالعه بقى مكسوفه، بقى هيقول عليا ايه. عايزه اقول لكم ان الشابو اللي انا حاطاه على وشي ده انا عاملاه بايدي، والدريس عاملهولي اشطر ستايلست هكلمكم عنها. بس بصوا الفيرست لوك، بصوا كنت مكسوفه بس كل الحركات دي كانت طبيعيه جدا. تحس ان احنا يعني انا خليكم تكملوا، انا مش هتكلم. خليكم انتوا تكملوا فرجه يعني. طبعا انتوا عارفين باشمهندس هشام هو الفوتوغرافر برضو اللي صورنا في الخطوبه وطلع صور عظمه، هو نفس الفوتوغرافر والباشمهندس اللي عمل شيفت كارير وساب الهندسه. معلش فضحتك يا هشام. واشتغل في الحاجه اللي بيحبها وبيطلع فعلا صور رهيبه. هشام هو اللي هيصور لنا في الفرح، وهو اللي صور لنا في الخطوبه، وهو اللي عمل لنا كمان الصور بتاع كاتب الكتاب. طبعا انتوا شايفيني مقلضمه ومتوتره ومكشره يا جماعه. كنت بعيط اصلا، بقول انا عايزه اروح، الساعه جت 5 والقاعه اصلا حاجزينها من 4 ل7، انتوا فاهمين؟ الساعه جت 5:30 كمان. فمحمد قاعد يهدي فيا وانا زي ما انتم شايفين وشي كده. كنت متوتره جدا. وهشام بصراحه كان عامل اتموسفير كويس قوي علشان خاطر يعني نضحك في الصور وتطلع الصور حلوه، وقال لنا عادي خير. ومحمد بصراحه خطيبي دلوقتي بقى جوزي الحمد لله، قال لي يلا مش مشكله، اهم حاجه نطلع بصور كويسه تبقى ذكرى يعني. فبصراحه يا جماعه الصور بروفيشنال جدا وهتتصدموا لما تشوفوها. انا بفكر انزلها لكم في ريل قريب، يعني هنزلها لكم فيديو تاني قريب بعد الفلوج ده. هنا كنت ابتديت افك شويه، محمد كان بيحاول يخليني افك شويه. وبصوا المشهد ده كان اتلقط، كان عفوي جدا، اتلقط في صوره تحفه. بصوا تصوير هشام تحفه ازاي. دي صورة واحدة من الفوتو سيشن اللي خدناه، في صور كتير جدا مش عارفة إيه. لو حابين تشوفوا الفوتو سيشن قولولي، هنزل لكم المشاهد اللي هو كان بيصورها لنا فيديو، والصورة الشكل النهائي. بجد من اشطر الفوتوغرافرز، اعتمدنا عليه في كتب الكتاب وما خذلناش، وهنعتمد عليه في الفرح ان شاء الله. وهو مش هيخذلنا باذن الله. بصوا انا كان شكلي عامل زي البرنسس بالظبط. كنا خلصنا السيشن والله العظيم. بصوا الكاميرا دي، الحاجات دي كلها مشاهد عفويه جدا اللي لقطها لي مروه بنت عمي. التصوير كان تحفه، الدريس كان تحفه. الدريس ده ليه حكايه يا جماعه بجد. انا تعبت جدا وقعدت الف على دريسز قد كده عشان اجرها، ما لقيتش حاجه عجباني خالص، وكان في حاجه معينه في دماغي. اللي صمم لي اللي نفذ الافكار اللي في دماغي والشكل اللي انا كنت عايزاه بالظبط هو هدير، الستايلست هدير. هسيب لكم رقمها في الديسكربشن بوكس. وعايز اقول لكم ان الدريس ده كمان كان خطير جدا. شايفين يا جماعه كنت داخله زي الاميره. او انا فعلا لحقت اخر نص ساعه في القاعه بس، وده وجع لي قلبي، بس كان نص ساعه بالدنيا بامانه. سامعين الزغاريد دي زغاريد فاطمه، ايوه صاحبتي بتاعت قناه حكاياتنا في فيديوهاتنا، هي دي فاطمه. دخلنا هم مفيش غير نص ساعه اصلا، فكتبنا الكتاب على طول. ومن هنا بدات الاحتفالات بقى اول ما كتبنا الكتاب. طبعا شغلنا اغنيتنا المفضله اللي هي كانت ساموراي، بحبها قوي الاغنيه دي. بس شوفوا بقى اللي حصل ده، لا على الحسبان ولا على البال ولا على الخاطر يعني. شفت اللحظه دي واحنا مندمجين، الباريه قرر يقع، اني اسف، افسدت اللحظه، اني اسف. حاولتوا تصلحوا ما افسدوا الاخرين، والله لا اقع تاني. هي بجد كان باريه طاقيه يعني، بس كان بارده قوي يعني. كل شويه ما تتثبتش، افسدت لي اللحظه.
هم كانوا نص ساعة وقالوا لنا يلا بقى اطلعوا بره عشان الفرح خلص. بس بجد كان احلى نص ساعة عشتها في حياتي، يعني ان شاء الله نعوض ده في الفرح الكبير. لو نسيتوا تقولوا ما شاء الله، انا عايزاكم تقولوا ما شاء الله. الحمد لله يا رب اليوم كان جميل رغم المقالب كلها اللي حصلت، وان انا حسيت ان كاتب كتابي كان سلق بيت شوية، بس ربنا سبحانه وتعالى ساب لي ذكرى حلوة الحمد لله. الصور كان جميلة. وطبعا انا عارفة ان انتوا اول حاجة تسألوني عليها هي الدريس. انت جايبة الدريس منين؟ الدريس ده يا جماعة انا مش مأجراه، الدريس ده انا جايبة القماش بتاعه وليه حكاية كبيرة وفصلته مع هدير. بس في حاجة حلوة ممكن تبسط اي بنت نفسها تلبس الستايل ده، ان الدريس ده متاح للايجار، تقدري تأجريه، وفي عرض حلو قوي لاول بنت هتلبسه من بعدي. هو انت تقدري تأجريه زفاف او كاتب كتاب كبير زي ما انا ما عملت كده. بس هسيب لكم الرقم بتاع هدير تقدروا تكلموها لو حابين ان انتوا تأجروا الدريس بتاعي. بصراحة الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله ان هو كان بالجمال ده. دي تفاصيله، وكمان هتشوفوا شكلي وانا لابساه، هوريكم هنزل لكم ريلز تانية. وبس كده، ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات بقى بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ان شاء الله باذن الله. يعني كل المقالب اللي حصلت دي ما تتكررش في الفرح الكبير. متاسفه ان انا نزلت لكم الفيديو ده متاخر، والله ما كنتش ناويه انزله اصلا، بس في رسائل كتير وحاجات على الاسك عايزين نعيش معاكي اليوم ما كناش معاكي وكده، فبصراحه انتوا اخواتي، فقلت اشير اكسبيرينس بقى، يعني ممكن حد يبقى مثلا ايه افيده بحاجه، ياخد باله من حاجه انا وقعت فيها كده. يعني في ناس كتير بتحبني وكان نفسها تيجي، فانا قلت بقى ايه كانكم حضرتوا معايا وقضيتوا اليوم وكده. ما تنسوش بقى انتوا تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وسيبوا لي تعليق وفي دعوه حلوه. ولو حابين تعرفوا اي حاجه ليها علاقه بالتفاصيل بتاع الدريس اليوم هحط لكم الفوتوغرافر، كل حاجه هحطها لكم في الديسكربشن بوكس. بحبكم جدا، وان شاء الله الى اللقاء في فلوج الفرح بقى. لو حابين تعرفوا اي معلومه، القاعه، السيشن فين كده، اليوم كله اكتبولي. فيفايو توتي بانت، تشاو، يلا بروسيمو، باي باي.